الحمد لله والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه، فأما بعد. آه، أنا أدعو المغاربة على أنهم ما يبقاوش يدخلوا للبثوث التيك توك ديال هذوك الجمهوريين اللي ضد المغرب، أو ضد الوحدة الترابية ديال المغرب، أو ضد المؤسسات ديال المغرب. منهم واحد لو فوايو، واحد ليسكرو، واحد الحلوف خانز الخلا سميتو الحميني. هذا تعرفوا الحميني، البت ديال الحميني تيجي مع هذوك القله المينوريتي، هذوك الجمهوريين اللي معاو داكشي، واللي زاد ميتهم جمهوريين. وانا اتحداك الحميني بوجه المكشوف، ها هو اتحداك. اختار الزمان والمكان، واختار البلاصه فين ما بغيتي ندير لك مناظره. ديك الساعه ما يكونش عندك البوفوار، السلطه، ولا عندك الكلاب اللي معاك السلطه على انهم يحيدوا لنا المايك ويخليونا نطرحوا اسئله. انا اتحداك بسؤال فقط، مناظره فيها سؤال، وإلا جاوبتيني عليه نتجرد من الهويه المغربيه ديالي ونقطع الحاله المدنيه ديالي امام الملأ. واني ما تقدرش، لان ما عندكش سافوار فير. انت واحد اللي ما نجحتيش في حياتك، لا على المستوى الاجتماعي، ولا على مستوى الاسره، ولا على مستوى لا بروفيسيون. حتى حاجه الدرع ما عندكش، معروف. ومشيتي لبرا وجالس تضرب في المكونات ديال البلاد، عياشي، الملك، طاطا. وما عندكش، عرفتي شنو هو الجمهوري؟ عرفتي شكون هو الانفصالي؟ تيكون صاحبي رجل مثقف، تيكون على ولا كتتكلم على المناضل، عنده الحق ولا ما عندوش الحق، هذه صفه ما نهضروش عليها براسو. واحد النهار غادي يرجع لجده الصواب وغادي يلتحق. ولكن انت اعتقدتي تيقتي راسك على انك من الطينه. انت حمار الخلاب كحلوف، ماشي من الطينه. انت ماشي، ما انت ما عندكش مستوى دراسي، ما عندك حتى شي حاجه عندك. ما لقيتي ما يدار، اجي ندير التيك توك ونجمع معايا دوك الرباعه ديال القرده والخنازير، ونبدا نطلع. ومنين تتحس بشي واحد غير من خلال الصوت ديالو، وهذا لا انت ولا دوك اللي زادمين اللي معاك تطيروا وتحيدوا له المايك. علاش؟ لان غيحرجك، غيسد لك البت، غيضحكوا عليك الناس بحال هذا عبد ربي المتكلم، زمتك. ولكن شنو خصك انت؟ تيخصك هذوك الناس، احتراماتي للجميع، اللي ما تيفهموش يطلعوا يبداو يتجحدوا معاك ويتسبوا معاك وتقطع عليهم المايك وتضحك فيهم الناس وتضحك عليهم. هذا باش تتسرزق انت بالقضيه، لا كانت القضيه الوطنيه ولا القضيه اللي تكلمت عليها. وبالتالي انا تنتحداك امام العالم في هذا اليوتيوب، هو تيشوفنا الناس هذه، انك اختار الزمن وكان محاضره ندير انا وياك. وبالتالي سؤال جواب، واختار المحور اللي بغيتي، ما حاولتي تتكلم فيه. ماشي انا ما نختار والو، لان انا هربان لك بزاف. وتتعرفني وتتعرف الصوت ديالي، دابا انت عرفتي الوجه ديالي شكون انا. وبالتالي الا بغيتي نتكلم انا وياك فيما معنى الدول التي عقبت على المغرب في الحكم، او لا ما معنى نظام الحكم في المغرب، او مفهوم جديد للسلطه في المغرب، وهذا الشيء انت انا تعرف ما غاديش تعرفوا، ما خصني كاع نقول لك باش ما تمشيش توجدوا. صعيب عليك هذا الشيء، هربان عليك. هذا الشيء الراسخون في العلم اللي غيطلعوا يتكلموا في هذه الامور هذه، ولا سيما المساله ديال الانتماء. دابا انت شنو الموقع ديالك؟ شنو هو؟ دابا انت تنصلتي من الهويه المغربيه ديالك، شنو الموقع ديالك؟ شي يسميك المجتمع ديالك؟ تيسميك كان ديغاسيني، ما عندش بابك الاصل. ودخلنا الاسره ديالك غادي نلقاو على انهم ما قابلينش هذا الشيء، ما قابلينوش، لا باك لا امك لا خوتك، كي سوا دراري ولا بنات. ولا كان كاع واحد ولا جوج فيهم انت ما قابلينش هذا الشيء، الاخرين ما قابلينش هذا الشيء. وبالتالي انت ما انت نصراني، ما انت صبليوني، ما انت الالماني، ما اشنو الهويه ديالك؟ دابا انت ملي تنصلتي انت مغربي ديالك، شنو الهويه ديالك؟ وبالتالي متى تذكر اسم عياشي، من العياشي الخانز البرهوش. العياشي ما كايناش في القاموس، هذه كلمه دارجه هذه. ولكن المفهوم الوحيد اللي عند عياشي عند هذا عبد ربي، ما عندكش انت، ما تقدرش تعرف. العياشي هو المغربي الحر، هو اللي تيامن بجميع المكونات ديال المغرب، تيامن بالقبائل الحسانيه، وتيقابل بالقبائل الامازيغيه، تيامن ببنو هلال وبنو سليم وبالوافدين وبالاندلسيين وبجميع المكونات ديال المجتمع المغربي. السيروره التاريخيه اللي جمعت هذا المكون المغربي وعطاته المغربي ديالو، وانفجر عطانا المجتمع المغربي ملي كان الحضاره ديال المغرب. دوبوي لي زالموحاد ولي ميغينيد ولا لي موغافيد، حتى لا مونارشي علويت. وانت حمار الخلب، باش تفهم ضيعت معك الحجره. وبالتالي ما
شنو ما معنى فضح عياشي، كذوب ديال العياشي، الصوت ديالي درتيه فسميتو لان زمتك. وكلشي تيعرف هاد المساله هادي، راه كلشي شاهد، كلشي سمع كلشي. قلت لك اودي خليني نسولك، ولا خفتي نسولك راه بحال زمتك انت كما قال كينا بابلي ما عجباتك هاد المساله هادي. وخليني نسولك، علاش تحيد لي المايك؟ سؤال واحد فقط، انتم علاش ديروا البوتوت؟ واش باش تطلعوا الناس تبقاو تنمروا عليهم وتسولوهم وما يجاوبوا بحال انهم في القسم تاع معلم؟ انت زباله. ولا تتحلوا البوتوت باش الناس تطلع تناقش، باش داك البت تكون عنده واحد لا بوانتور، واحد عنده واحد لي تخي باش يستمر هذاك البت. وبالتالي انت تسترزق من هذه المساله، كان الاخرين تيسترزقوا وصافي. لا انت دوك لي فويو اللي معاك. وبالتالي لما تتكلم على العياشي وتتكلم على المؤسسه الملكيه الحمار، المؤسسه الملكيه راه بينه وبين المغاربه واحد الوثيقه قديمه بناوها بجوج. بناها الشعب المغربي اون باراليل مع السلطان او مع الامير، مفاهيم اللي كانت تاريخيا، وهذه قديمه عندها شرعيه ومشروعيه قديمه. وهذه الوثيقه ما معناها انت الحمار تتعرفي البيعه، وهي حوار البرغوث الخانز، هي حوار ما بين الحاكم والجمهور، دائما شاك تتجدد فيها دماء جديده باش انك تتغنوا فيها الاحكام فيها البنود فيها والامور فيها اللي غادي تكون اون باراليل مع الحكم ولكن دابا شنو الموقف ديالك انت؟ شنو والو، طاروا للزبل انت. شنو هذيك واش غادي تكون؟ صافي تفاهمنا. وسير الله ينعل بوك. هي من عندي انا حمار.